يا شباب الناس اللي معمول لها ثرو باص، الناس اللي هنا وانا جالي باص، اعمل لي باص يا شباب، اعمل لي باص. انا واقف هنا لفيت وشي الكرة جات لي، محدش يحط على طول. انت لو معاك فرصه انك انت تستلم الكرة وتحط الكرة جامد اعمل كده، لكن تلمس لي الكرة باخر سن رجلك هتروح وحشه قوي، ومحدش يشوط بسن رجليه. الناس يا بوش رجليا يا ببطن رجليا. ركز يلا 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 بالراحه، وبص فوق ما تبصش في الارض وانت بتبص. ايوه كده باص، شفت لما بصيت؟ ركز يلا يلا عشان تستلم. جات لي دعوه من اكاديميه ذا مارك في زهراء المعادي ان اسلم جايزه احسن لاعب في الشهر، فلقيتها فرصه نعرف بيعملوا ايه مع الولاد. اسرع شويه اسرع شويه اسرع شويه اسرع شويه، الناس تشد شويه شد شويه. احسن لعيب على الشهر ده هو جيسون هو معايا كابتن محمود. ثاني احسن لعيب في الشهر دوت هو كريم منصور. في جايزه مقدمه من الاكاديمي يا شباب لشروق هكون جدا جدا. ذا مارك. اسمك ايه؟ زين. بقالك كتير بتلعب يا زين؟ شهرين كده. انت اوريدي في الكوره بقالك كتير ولا لسه بقالي 5 سنين. طب انت دلوقتي استفدت ايه من ساعه ما بقيت في الاكاديمي في ذا مارك مع كابتن؟ استفدت اللي احنا الكوره دي مكسب وخساره، ولو لعبنا اي ماتش وخسرنا ما نزعلش. والدراسه حلو. دلوقتي معانا الكوتش علي صاحب ذا مارك اكاديمي، وهو بقى هيعرفنا بنفسه وهيقول لنا جت منين الفكره بتاعت الاكاديمي وبدا ازاي وبقى لها قد ايه، وهيقول لنا على حاجات تفاصيل كتير قوي معايا. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا الفكره جات لي في الاول خالص ان احنا كنا دايما انا شغال في كذا نادي وكذا اكاديمي، فانا كان نفسي ان انا اجمع دايما بين ان اللعيب يكون عندي مش فكره ان هو جاي اكاديمي يتمرن شويه وخلاص ويرفع عن نفسه، قد ما هو يجي لي يتمرن وفي نفس الوقت اقدر ان انا اسوقه الانديه كتير تاني. تمام. كل اللي حصل ان احنا جينا وبدانا مع بعض كذا مدرب هنا ان احنا نفتح اكاديمي نسمي الاكاديمي ذا مارك. تمام. استوحينا الاسم ده. لسه بقى كنت اقول لك يعني اشمعنى ذا مارك بقى؟ ذا مارك هو اسم لاكاديمي موجوده زينا بالظبط في اسبانيا. الاكاديمي دي هي كانت بادئه بنفس الطريقه بتاعتنا دي، واحنا على خطاها فتحنا نفس الاكاديمي ونفس الطريقه هنا في مصر. جمعنا اكتر شباب موهوبين موجودين، انا كنت مرنتهم قبل كده، وبعدين دمجنا الشباب دول مع بعض، وبعدين الشباب دول عملوا الشغل اللي احنا شفناه النهارده ده. تمام. ذا مارك هي مش بس اكاديمي مجرد ان الولد جاي يتمرن عندي، انا بمرن الولد، بحاول على قد ما اقدر ان انا العبه ماتشات كتير جوه التمرين، بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليه يشارك. وجهة نظر حضرتك وخبرتك طبعا، يعني ان هو الولد لما يتمرن كتير في والمطوشه بالذات، يعني ماتشات كتير، ده بيفيده في ايه؟ دايما الماتشات هي اللي بتخلي دايما حساسية اللعبة عند الولاد موجودة. دايما بيبقى فيه ولد متعود على الماتشات، فبيقدر ان هو لما يشارك في الماتشات يبان ان هو لعيب كويس قوي، وفي ولد بيبقى كويس قوي في التمرين بس هو مش متعود على الماتشات. مفيش احتكاك بقى ما بين لا مفيش بالظبط، مفيش احتكاك. ممكن يبقى مستغرب مصدوم مش عارف. مفيش، هو اصلا مش متعود خالص على فكرة الماتشات، مش متعود خالص على فكرة ان انا بلعب وفي تنافس مع فرقة تانية. فانا دايما ببقى عندي رهبة من الموضوع دوت، فدايما لما العب في الماتشات حتى لما بيبقى في ولد يقول لك ده رايح النهارده اختبارات لنادي فلاني او نادي كذا، هو ما بينجحش في الاختبارات لانه مش واخد على الماتشات. هو واخد دايما ان هو بيتمرن بيلعب في نادي بس بيتمرن الموضوع يعني واقف عند دي بتفيده في الاختبارات. طبعا انا لو طبعا انا لما باجي اعمل بالظبط، انا لما باجي النهارده رايح اعمل اي اختبار في اي نادي، انا لازم ان انا ابقى واثق من نفسي، الاحتكاك مع الغير انا واخد عليه، فكل ده ما بيجيش. كبسوله طبعا يعني بجد، لا هيقول لك كبسوله كوتش علي بجد يا ما شاء الله. لازم طبعا ان انا اكون واخد على الاحتكاك، واخد على ان انا العب ماتشات كتير قوي، احتك بزمايلي كتير قوي، علشان كل ده لما يكون عندي كلاعب انا لما اروح اي اختبار بالنسبه لي انا كده بعمل كل ده كل يوم او كل ده في التمرين، فانا كده بالنسبه لي مفيش رهبه اصلا، عادي، ده شيء عادي بالنسبه لي. طيب برضو من غير خبرتك دلوقتي احنا مثلا اكيد في كتير قوي من اللي هيتفرجوا علينا في اكاديميات مختلفه، عايزين نقول لهم يعني انا دلوقتي في الاكاديمي ما عنديش خبره، انا مجرد ان ولادي مثلا قالوا لي احنا حابين رياضه، حابين مثلا نلعب كوره قدم، فطب يلا اوكي. يعني انا دلوقتي وانا في الاكاديمي اعرف ازاي اميز فعلا انا في اكاديمي
هتوصل لولادي الحاجه ولا احنا بنلعب وخلاص؟ بتعرف من حاجات كتير قوي. اول حاجه بتبص على الكوتش اللي بيمرن الولاد، مهتم بيهم ازاي، بيتصرف معاهم ازاي، بيتحرك تحركاته في الملعب عامله ازاي. تاني حاجه بتعرف منها الاكاديمي دي بتشارك في ماتشات ولا مش بتشارك، الاكاديمي دي مع نفسها جوه الاكاديمي نفسها بيلعبوا ماتشات دايما مع بعض ولا دي ابعد ما يكون عن فكره في الاكاديمي اساسا. دي كلها حاجات ومؤشرات بتبين لي الاكاديمي دي اكاديمي كويسه ولا لا. تالت حاجه واهم حاجه بقى، انا ابني اصلا بيتطور ولا لا. دايما لما ببص بعناية بشوف ابني بيتطور قدام عيني ولا مش بشوفه بيتطور. طب هل هو لو بيتطور على المدى البعيد قوي ولا على المدى القريب؟ طب هل الكوتشز بتاعته دايما بتشكر في ان هو بيتطور ولا هم دايما بيصبروني بكلام زي مثلا ان شاء الله يتطور، ان شاء الله يبقى احسن؟ دي حاجات كلها ومعطيات بتبين لي انا قدام خامه كويسه من المدربين ومن الاكاديمي ولا لا. يعني هو مثلا ما بيتطور بس على مدى بعيد، مفيش مشكله كده في ولاد تفرق يعني. طبعا كده في ولاد بتتطور على المدى البعيد، ده كده هي مستوى الاستيعاب عندها بطيء قوي، بس مش كل الولاد هتبقى كده. بالظبط. هو بيبقى في نموذج او 2 أو 3 وباقي العناصر اللي عندي هي ماشيه بشكل كويس. فدي كلها عناصر بتبين لي انا في اكاديمي كويسه، اكاديمي مش كويسه، اكاديمي المفروض ان انا اكمل فيها ولا المفروض ان انا ما اكملش. عشان كده دايما في زمورك احنا بنبقى مهتمين ان احنا دايما في قلب التمرين نقول للولد ولد انت النهارده كنت كويس، انت النهارده كنت المفروض تشد على نفسك، عشان كل ولد يبقى عارف هو المفروض كان يعمل ايه وما كانش يعمل ايه. اسمك ايه؟ اياد. قولي يا اياد، انت بالك قد ايه بتلعب كوره؟ بقالي 5 سنين ونص 6 سنين. طب والكوتش علي ايه اللي انت استفدت منه؟ لا حاجات كتير بصراحه. زي ايه بقى؟ حاجه قول لنا حاجه منهم مثلا عشان برضو غيرك يستفاد. بيكوني بدنيا وبيكوني عقليا برضو، وكل شويه برضو بيسالنا عن الدراسه بيسال في كل حاجه يعني كابتن ممتاز. طب وانت حاسس ان انت الكرة كرياضة فادتك في جسمك؟ طبعا. صحتك؟ طبعا فادتني. تاكل اكل هيلثي ولا لا باكل كتير بقى. ولا بنخرج بعد الاكاديمي ناكل شيبسي وكده؟ لا بروح على طول. طيب برافو عليك، بالتوفيق. الاطفال كانت جايه فمش عارفه معظم المراكز في الملاعب، فبنحفظهم المراكز، بنعرفهم ازاي يباص، ازاي يستلم، ازاي يعمل اسكان. المراكز بالنسبه ان هو مثلا لو بعد كده اهلتوه في مطوشه او حاجه فانت كده بتنادي بقى مثلا 11 مركز يعني. حتى احنا بنمرنهم هنا على الخماسي، بس احنا لما بنيجي نعاملهم حتى بنعاملهم على اساس ان هم فيما بعد هيلعبوا على 11، فمعرفينهم ال 11 مركز. كل طفل محفظينه مركزه وعارف هو ازاي بيتحركه وعارف واجباته وعارف بيعمل ايه بالظبط وايه اللي بيأديه دوره في الملعب بالظبط. طب بالنسبه بقى الولاد اللي بتخرج من التمرين على طول للسوبر ماركت، ده ايه نظامهم يعني؟ ده بيبقى عمل ايه يعني؟ التمرين ايه وبعديها حصل ايه؟ لا هو بيدمر نفسه، لان انت اصلا في التمرين احنا في التمرين انت بتهدم عضلات، هو مش بنبني عضلات. فانت بتبني عضلات بعد ما بتهدم عضلات المفروض ان انت بتروح تاكل اكل كويس عشان خاطر تعوض. ايه بقى هو الاكل يعني؟ زي ايه يعني؟ بص بيبقى فيه كارب، لازم هو الكارب كده بياكله لازم بياكله قبل التمرين عشان يديله الانرجي، يعرف يتحرك، يعرف يروح، يعرف يتحرك على فتره التمرين. بعد التمرين بيعوض جزء كارب، بيبقى كارب بس بيبقى قليل لان بيبقى فقط كارب كتير. طبعا لازم ياكل بروتين عشان يعوض يبتدي ان احنا نبني عضلات، ودهون صحيه طبعا بنسبه قليله. فهي بتبقى نسب، كل طفل طبعا بيبقى ليه معدل حرق معين. ففي طفل مثلا هو مليان شويه فبنديله الكارب قليله شويه عشان خاطر برضو يعني كمان بتشوفوا كل واحد على حسب كمان بالزبط. ايه الاحتياج اللي جسمه هو محتاجه بالظبط. وكمان بنتواصل مع الاهالي بحيث ان هم برضو ما يعملوش اكل برضو ان هيلثي وكده، فلازم بنتابع معاهم على طول. والاهالي بالذات، لان الاهالي طبعا هم اللي قاعدين معاهم بيشوفوا الطفل بياكل ايه وبيشرب ايه، فبنحاول نوعي الاهل برضو عشان هو برضو بيأثر على الطفل. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ كريم. ايه بتلعب بالك كتير؟ لسه يعني بقالي شهرين. طيب ايه ما تقول لنا الجايزه فرحتك؟ كنت متفاجئ النهارده؟ واتبسطت؟ انبسطت. حاسه ان انت تستاهلها؟ بصراحه. بالتوفيق يا حبيبي.